الحمد لله تمام. مستعدين النهارده للمحاضرة؟ صحيح. إن شاء الله يا دكتور. صحيح نور يا دكتور. إن شاء الله. الله يا دكتور. النهارده المحاضرة إن شاء الله يعني مليانة حاجات كده كويسة يعني، ونحاول كده ناخد فيها أكبر قدر ممكن من المعلومات والمواقع اللي هنشتغل عليها النهارده. طمنوني المحاضرة اللي فاتت بتاعت اليوتيوب، حد جرب كده يعمل أي حاجة ولا لسه؟ انا عملت قناة على اليوتيوب، بس يعني قناة عادية، يعني مش بلا هدف يعني، بس قلت اجرب يعني اعمل قناة. مش مشكلة، المرة دي بلا هدف، بعد شوية هتظبط الدنيا وتبتدي تحط فيديوهات وتظبط الدنيا بتاعتها. واحدة واحدة الدنيا هتظبط معاك. ان شاء الله. طيب احنا النهارده كده هنشرح بسريع عن تويتر. ازاي تستخدمه حتى لو انت مش هتعمل عليه اعلانات، لان الاعلانات بتاعته بالنسبه لنا احنا كمصريين غاليه جدا يعني. انت بتتكلم في حوالي مينيموم $50 يوميا، والدولار دلوقتي داخل في حوالي هنقول 34 جنيه بالنسبه بتاعته، او بالنسبه التحويل بتاعته او الرسوم الاداريه بتاعت البنك. كنت النهارده بشتري حاجه كده اونلاين بدولار، يعني بالدولار يعني. فلقيت المبلغ اللي اتسحب من الفيزا بالتحويل بالحاجة بتاعته كلها كان تقريبا محسوب عليا بحوالي 34 جنيه فاصل 6 قروش، حاجة زي كده. فطبعا اضرب الرقم ده بقى في $50 يوميا عشان تتواصل بيه مع العملاء، أو يعني تعمل إعلانات على التويتر. فالموضوع بالنسبة لنا مكلف، بس أنا هستفيد دلوقتي بتويتر إن هو مثلا في جمهور خليجي وطبعا في جمهور مصري. جمهور التويتر أكتر، وبيبقى ناس بتتابع الصوت يا دكتور. الإيه. دكتورنا الصوت بيقطع جامد جدا. طب الصوت عند الناس كلها الصوت. بيقطع؟ الصوت عند الناس كلها بيقطع ولا انا يعني نفس السيت اب انا ما بغيروش؟ لا لا، مظبوط الصوت ده. طيب هي ممكن يكون النت عندك بطيء شويه يا استاذ محمد. واحده واحده كده هتلاقي الدنيا مشيت معانا كلنا. تويتر، معظم الناس اللي بتتابع الاكونتات بتاع تويتر او تمام. متواجدين على تويتر بيبقوا مهتمين جدا بالتوقيت، مهتمين جدا بالاخبار، ومهتمين ان هم يتابعوا الناس الانفلونسر. مهتمين ان هم يشوفوا الفنانين يتواصلوا معاهم بشكل دايركت، لان معظم الاكونتات دي بتبقى للناس المشاهير. بغض النظر هل هو شخصيا هو اللي بيدير الاكونت بنفسه او في اداره خاصه بيه هو اللي بيدير الموضوع ده. كان عندنا هنا في مصر من اشهر الناس اللي موجودين على تويتر المصريين، هنقول مثلا محمد هنيدي، عندنا نجيب ساويرس، وكان زمان عندنا اسمه ايه ده اللي هو اللي كان في الثوره ده، البرادعي. دولت يمكن من اشهر الناس اللي احنا شفناهم على تويتر كمصريين. في الوطن العربي او في العالم كله بغض النظر عن امريكا، في عندنا كمان السعوديه تعتبر تاني دوله موجوده على تويتر، وخاصه باللغه العربيه هي اكبر دوله باللغه العربيه على تويتر. يمكن ده ليه عده اسباب، يمكن اهمهم ان الوليد بن طلال السعودي ده من اكبر المستثمرين العرب في تويتر كفلوس. مؤخرا طبعا تويتر عرفنا ان ايلون ماسك اشتراه وبيلعب فيه وبيغير فيه بدون اي يعني اخذ راي للمتابعين على تويتر. يعني زي ما انتم شايفين كده حالا دلوقتي في الصوره دي، صوره الكلب دي، صوره الكلب دي هو بيعمل ترويج دلوقتي لعمله كده زي البيتكوين. معرفش اسمها ايه بصراحه، يعني مش متابع الموضوع. بس راح مغير الصوره بتاعت العصفوره اللي كانت رمز لتويتر من زمان جدا. يعني هو هنا بيلعب في اساسيات تويتر بالظبط. تويتر اساسا فكرته ان هو الصوصوه، او يعني الصوت العصافير. زي ما العصفوره بتصوصو كتير، فانت هنا تويتر بينزل لك آه، يعني زي تويتات كتيره. هي التويته دي يعني زي صوت العصفوره. فكان زمان اللوجو بتاع تويتر المشهور بيه هو علامة العصفورة، وحتى لما انت كنت بتنشئ اكونت في الاول خالص وما كنتش لسه حاطط صورة البروفايل بيكتشر، فكان بيحط لك صورة بيضة او صورة فرخة كتكوت طالع من البيضة وكان كود. فان هو يغير الكونسبت الرئيسي بتاع تويتر ويخليه صورة الكلب ده اللي هي المعروفة جدا ان هي
العلامة بتاعت حاجة كده زي البيتكوين، عملة رقمية، هو من أكتر الناس المهتمين بيها. تعالوا كده نكتب كده على جوجل حتى أطلع لكم العنوان أو حاجة زي كده: تغيير صورة تويتر إلى كلب مثلا. هتلاقي هنا الأخبار أهي: تغيير شعار تويتر من الطائر الأزرق الشهير إلى كلب بني. استبدل الملياردير إيلون ماسك علامة الطائر الأزرق لمنصة تويتر بصورة كلب من سلاسل شيبا إينو، في إشارة واضحة للعملة المشفرة دوج كوين. العلامة دي لعملة جديدة اسمها دوج كوين زي البيتكوين، حاجة عملة رقمية. فدي العلامة اللي هي بتاعت الكلب البني دي، أو لو احنا جينا هنا في الإيمج هتلاقي نفس الكلام. دي العلامة القديمة بتاعت تويتر اللي هي العصفورة دي، اتغيرت بدل ما هي بقت عصفورة بقت شكل الكلب ده. تمام. طيب يمكن احنا كمصريين ما بنحبش تويتر، علشان اول ما اتعمل تويتر اساسا كنت انت ممكن تستخدمه من الموبايلات حتى اللي مش بتتوصل بالانترنت، زي الموبايلات اللي هي بتاعت 3310 و1100 نوكيا والكلام ده كله، عن طريق ان انت بتبعت اس ام اس على رقم معين. الرقم ده لما بتبعت له رسالة، طبعا الرسالة دي بتنزل على الاكونت الشخصي بتاع حضرتك. فطبيعي ان هنا التويتة كانت مربوطة بعدد الحروف بتاعت الاس ام اس. زمان كان عدد الحروف أقصى عدد ليها كانت 140 حرف، فبالتالي بقت التويتة على تويتر مقيدة بعدد حروف اللي هو ال 140 حرف. وما احنا كمصريين وبالذات الناس المتابعة على على الفيسبوك والناس اللي بتحب الرغي وتكتب كتير، فبالنسبة لها 140 حرف صعب جدا ان هي تكتب كل المشاعر بتاعتها وكل الافكار بتاعتها وكل الدعاية بتاعتها على تويتر في 140 حرف. لكن احنا كنا بنحب نروح نرغي كتير ونحط ايموجي ونحط هاشتاجات والكلام ده كله على الفيسبوك. بعد فترة تويتر زود ال 140 حرف، خلاهم 280 حرف، يعني زود تقريبا 200%، او يعني الدبل يعني بالظبط. ده يمكن دخل شريحة جديدة لتويتر ان تقدر تنزل تويتات طول اطول شوية. يمكن ما اعرفش انتوا عارفين المعلومة دي ولا لا، تويتر يمكن هو الموقع الاول في اختراع حتة الهاشتاج. وبعد ما الهاشتاج انتشر على تويتر وناس حبته، حبت فكرة الهاشتاج اللي هي العلامة بتاعت الشباك وبعدين كلمة جنبيها، زي كده مثلا كاس ملك اسبانيا، ده كده هاشتاج. وبدأت الناس تهتم بيه ان هي تتابع هاشتاج مش تتابع اكونت. فبدأ فكرة الهاشتاج دي تنتشر على مستوى بقية المواقع السوشيال ميديا التانية. يمكن احنا اتكلمنا على الفيسبوك وقلنا ان الفيسبوك لو انت هتشتغل عليه اورجانيك فانصحك ان انت ما تزودش عن 3 هاشتاج. عندك الانستجرام انت ماكسيمم تقدر تحط 30 هاشتاج. عندنا هنا تويتر تقدر تكتب عدد هاشتاجات لحد ما التويتر بتاعتك تنتهي اللي هم ال 280 حرف. النهارده كمان هقول لك ازاي تكتب تويته او اكتر من تويته مربوطه ببعضيها. باللغه العربيه بيسموا الموضوع ده اسمه الثريد، وبالانجليزي بيقولوا عليه ثريد. اللي انت تقدر تكتب اكتر من تويته مع بعض وتندرج كلها مع بعضيها في حاجه واحده، فاكنك انت كاتب تويته مجمعه فيها جواها اكتر من تويته. فتعالى بقى كده ان انت بتعمل تويته مجمعه جواها اكتر من تويته، وكل تويته بتتكون من 280 حرف. وممكن كمان تضيف على ال 280 حرف صوره او فيديو او حاجه زي كده. فبالتالي انت هنا ممكن تتكلم بشكل اكبر من 140 حرف او 280 حرف، بس انت محتاج ان انت تنسق الكلام بتاعك ليتناسب مع شكل التويته اللي هي ال 280 حرف. فانا هنا ما اعرفش انتوا حضراتكم كلكم عندكم اكونت على تويتر ولا ما عندكمش اساسا اكونت على تويتر. يعني كده ممكن تفتحوا المايكات وتقولوا لي اللي ما عندوش اكونت يقول انا ما عنديش اكونت. انا ما عنديش اكونت. انا ما عنديش اكونت يا دكتور. انا عندي ومسحته. طيب انشاء الاكونت بشكل سريع جدا. انت بتكتب تويتر دوت كوم، يعني زيه زي اي اكونت، زيه زي الانستجرام كده لما تيجي تنشأ اكونت عادي خالص. بص شفتوا العلامه بتاعت الكلب اللي ظهرت دي مره واحده، وهتيجي تقول له هنا ايه، ساين اب. هتدوس كده على كلمه ساين اب، وهتدخل الايميل الجيميل بتاعك وهتمشي بقيه الخطوات التانيه لحد ما تعمل لك الاكونت. الموضوع سهل وبسيط جدا، مش معقد ولا فيه اي مشاكل خالص.
طيب بعد ما بتنشئ الاكونت بتاعك طبعا بيظهر عندك الاول هنا مثلا البروفايل، الاكونت الشخصي بتاع حضرتك. بتقدر تعمل كفر فوتو، وتقدر تعمل بروفايل بيكتشر، ونفس الكلام الكفر فوتو بتاع تويتر ليه مقاس معين. مين اللي عارف المقاسات؟ زي ما احنا بنروح لكل مره لموقع كانفا واقدر اكتب تويتر، تمام، هيروح طالع لك تويتر كفر، وات ايفر بقى المسمى بتاعها ايه، هتقدر تعمل التصميم بتاعك. لو انت عندك كمان كانفا برو او كانفا اديوكيشن، تقدر تعمل تصميم واحد للفيسبوك مثلا كفر، وبعد ما بتعمل التصميم ده بتخش تعمل ري ديزاين او ري سايز للمقاس ده، وتقول له انا عايزه تويتر، عايزه لينكد ان، عايزه اليوتيوب. فبالتالي انت هتروح على كل المنصات هيبقى ليك المقاس بتاع كل منصه، فبالتالي تبقى عندك زي براند ايدنتيتي في كل الاماكن بنفس الشكل. يعني زي الصوره دي كده موجوده هنا، موجوده عندي على لينكد ان، موجوده عندي على الفيسبوك، فبالتالي اللي يخش على اي اكونت من بتوعي يلاقيني ايه عاملهم كده. طيب مثلا حابب ان انا اروح اعمل تصميم جديد بمناسبه رمضان، هروح اعمل التصميم، وبعد ما اعمل التصميم على كانفا، بس كانفا يا برو او كانفا اديوكيشن، مش الكانفا الفري. كانفا فري ما فيهوش الري سايز، يعني انت هتضطر ان انت تعمل التصميم من اول وجديد تاني بكل مقاس. لكن لو انت برو او اديوكيشن، فبالتالي انت تقدر تحول التصميم في الاخر بمقاس جديد. تمام. طيب بتيجي تدوس هنا على كلمه edit بروفايل، ترفع هنا صوره الكفر فوتو وصوره البروفايل بيكتشر، بتيجي تكتب اسمك اللي يظهر مع كل تويتر. تمام. بتيجي تعمل هنا بايو، البايو ده بيبقى ملخص كده سريع للحساب بتاع حضرتك. البايو بتاعك 160 حرف، ادي كاتب هنا كلمه ديجيتال ماركتنج كونسلتنج، بزنس ديفلوبر، ميديا باينج، ديجيتال ماركتنج سبيكر. لو انتوا خدتوا بالكم الكلام ده اللي كنت كاتبه فيه برضو الاباوت بتاع او التايتل بتاعي في لينكد ان. كاتب هنا اللي هو انت ممكن تقدر تكلمني فري على الرقم ده، طبعا انا كاتبه هنا بكود البلد اللي هو 002 عشان لو حد بره مصر يقدر يعرف ان الرقم ده مصري. ممكن كمان يعمل كده واجي اقول له هاشتاج مثلا، آه هاشتاج روبي ماركتنج، روبي ماركتنج، تمام. هاشتاج اقول له مثلا ديجيتال ماركتنج، اخد كده الكلمه. طبعا الهاشتاج ما بتحطش فيه مسافه. طبعا هنا الكلام انا كده عديت الحروف، فممكن اجي بقى ايه اشوف الدنيا هنا، اظبط الدنيا ماشيه ازاي. انا فاضل لي بالظبط 3 حروف عايزهم، فممكن مثلا امسح كلمه بزنس ديفلوبر دي خالص. تمام. وباجي اكتب هنا كلمه ديجيتال ماركتنج، او ممكن يعني الغي خالص كده، اقول له ديسكارد، وبعدين اقول له هنا edit، هخلي الكلام زي ما هو، بس كلمه you can call me او مثلا ايه هشيل، يعني اظبط الدنيا كده شويه، اخليها ايه call me now مثلا، call me now. انا كده قللت في العدد الحروف، وانزل تحت كده اقول له هاشتاج ديجيتال ماركتنج، بس زي ما احنا قلنا الهاشتاج ما يبقاش فيه مسافه. بعدين هاشتاج روبي ماركتنج. تمام. انا كده فاضل لي لسه 7 حروف، لو انا عايز اكتب اي حاجه تانية ممكن اكتب، بس انا كده ايه ساتسفاي جدا باللي انا كتبته. ممكن اعمل هنا كده مسافه بسيطه اساسا انا استفيد بال الشكل ذات نفسه. تمام. بصوا هناخد بس بالنا من حاجه بسيطه، ان الهاشتاجات ليها شكل معين في الكتابه. يعني انا كاتب هنا اول حرف كابيتال وبقيه الحروف سمول، بعدين هنا اول حرف كابيتال، ده كده مش حلو. انا هخلي الكلام كله سمول، ادي كده دي، وادي كده ام سمول. ده بالنسبه للديجيتال ماركتنج عشان دي كلمه معروفه. تمام. انا بالنسبه لي هنا روبي ماركتنج ده اسمي انا، فانا ممكن اخليه كابيتال او سمول، بس انا هخليه سمول عشان معظم الناس بتكتب الكلام كله سمول. انا كده عملت ديجيتال ماركتنج، هاشتاج ديجيتال ماركتنج، هاشتاج روبي ماركتنج، انا ماشي معاك خطوه بخطوه. هنا التايتل اللي انا كاتبه، طبعا انت شركه ممكن تقول ان انت شركه كذا 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 بالعربي عادي، مفيش مشكله خالص. تمام. ادي كده انا حاطط الموضوع. طيب باجي هنا في اللوكيشن، انا كتبت ان انا في كايرو، مفيش مشكله خالص. تمام. الويب سايت، لو انت عندك ويب سايت هتكتبه، او لو انت ما عندكش ويب سايت وحابب ان انت تحط لينك تري، انا مثلا حابب برضو ان انا بدل ما احط اللينك الويب سايت دلوقتي، ممكن اروح اعمل على لينك تري
لينك تري روبي ماركتنج. كل مرة بس بنسى شكل اللينك عامل ازاي، فانا هقول له كده لينك تري سلاش روبي ماركتنج. ادي كده اللينك بتاعي. ممكن اخد اللينك ده ذات نفسه ادي كده كوبي واجي احطه هنا بدل الويب سايت بتاعي. يبقى انا هنا كده لو عندك ويب سايت ممكن تحط الويب سايت او ممكن تحط اللينك بتاع لينك تري. اوكي. ده عيد ميلادي 1/7 سوري 1/9/87. بعدين بيقول لك هنا edit بروفيشنال بروفايل، بدوس كده عليها شوف ايه اللي عندي انا هنا في البروفيشنال. قال لك هنا الكاتيجوري بتاعك هل انت education، فانا بدوس كده على الكاتيجوري بشوف ايه اكتر حاجه تبقى متناسبه معايا. هل في مثلا هنا ماركتنج ادفرتايز اهو ادفرتايزنج اند ماركتنج ايجنسي. يفضل انا يبقى الكاتيجوري بتاعي يبقى صح، فكده بقول له هنا ادفرتايزنج اند ماركتنج ايجنسي. طبعا هتلاقي في كاتيجوريز كتيره، ممكن كمان تعمل سيرش فوق بالكاتيجوري اللي انت عايزه. قال لك هنا انت عايز تظهر الكاتيجوري بتاعك على الاكونت، طبعا. قال لك البروفايل سبوت لايت، انا مش عامل بروفايل سبوت لايت، انا مش عارف ايه ده، تعال نبص عليه كده. ايه البروفايل سبوت لايت؟ قال لك لوكيشن شو بزنس لوكيشن درايفنج لايس دايركشن بوت hours and contact information. هدوس كده على الجزء ده كده. نفس الفكرة بتاعت الفيسبوك لما انت كنت بتكتب عدد الساعات بتاعتك الشغل الايميل الفون الكلام ده كله، دي برضو معلومات مهمة جدا انا ممكن احطها. بيقول لك هنا احط الويب سايت اوبشنال، ادوس كده او احط الويب سايت بتاعي. برضو نفس الكلام هحط هنا الويب سايت بتاع لينك تري. بعد كده قال لك الادرس، فهكتب كده الادرس بتاعي. بيقول لك هنا الادرس بتاعك ايه بقى بالظبط، فانت هتكتب مثلا السيتي بتاعتك، هقول له هنا كايرو. اوكي. الكانتري بتاعتك، لا انا مش في يونايتد ستيت، انا الكانتري بتاعتي ايجيبت. حلو. الادرس بتاعي مثلا هكتب له هنا برضو شيراتون. مش هكتب كل التفاصيل. الزيب كود اللي هو الرقم البريدي 11799 انا حافظه. انت ممكن تكتب على جوجل الرقم البريدي ده، يعني تيجي تكتب كده هتقول له آم، الرقم البريدي لل للشيراتون. فطلع لك اول رقم بريدي 11799، ده اللي انا كتبته هنا دلوقتي. ستيتيوس مش عارف ايه كذا كذا ريجون، انا ما عندناش الكلام ده، بس هنكتب برضو كلمة كايرو. يعني هتلاقي نفس الخطوات بسيطة زي الفيسبوك بالظبط. انا كده ضن ادي ايجيبت ادي كايرو كايرو رقم البريد تمام. يبقى انا كده ايه، اتحط لك زي خريطة. الاورز انت شغال ايه بالظبط، فبتقول له هنا always open ولا لا انا بشغال في ايام معينة، فبدوس هنا كده. وفاكرين لما كنا بنعمل الكلام ده على فيسبوك، فبتقول له انا ماندي انا شغال فيها من الساعة كذا للساعة كذا. تمام. وشوف بقية الأيام الأسبوع. أنا هريح دماغي دلوقتي وأخليها always open. طبعا always open دي يعني فاتح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. عندك هنا الإيميل، نكتب الإيميل بتاعي. هقول له كده أشرف دوت روبي @gmail.com. الفون نمبر طبعا هي كاتب لك الكود البلد +1، لا أنت هتختار ايجيبت. وبعد كده هختار هكتب رقم التليفون، هكتبه من غير الزيرو في الأول عشان محطوط في الأول الزيرو أهو. قال لك how would you like to reach it، يعني انت عايز الناس تبعت لك تليفونات بس ولا تبعت لك اس ام اس. فانا عامل هنا البوس، ممكن تبعت لي اس ام اس ممكن تكلمني في تليفون. كل دي معلومات انا ضفتها. بقول له هنا ايه اظهر لي الكلام ده على الاكونت بتاعي. بقول له هنا سيف.
نعمل كده ريفريش للاكونت بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هو اضاف لي شويه معلومات. يعني اول حاجه كده ادي هنا عندي بقينا الاثنين هاشتاج اللي انا كنت كتبتهم قدامكم، وادي هنا رقم تليفوني حاطه. هنا مكتوب ان انا البيزنس بتاعي ادفرتايزنج اند ماركتنج ايجنسي، موجود اللوكيشن بتاعي في كايرو، وحاطط لي لينك الويب سايت بتاعي اللي انا حطيته هنا لينك تري. انا عيد ميلادي كذا. انا هنا دخلت على اكونت تويتر من سنه 2009، يعني زمن الزمن، يعني 2009 ده كده بقينا كام؟ في شهر 9 اللي جاي كده اتم كام بقى؟ كده 20 ناقص بقالي 14 سنه. تمام. طبعا مكتوب هنا فوق عدد التويتات اللي انت كتبتها. طبعا انت ممكن تخش على اي اكونت بتلاقي نفس الكلام ده كده برضو. انا هنا كاتب حوالي 7451 تويته. هتخيلوا بقى لو فيسبوك راح مطلع لك عداد قال لك انت كتبت كام بوست من اول ما فتحت الاكونت بتاعك، هتلاقي يعني زربيح بوستات. انا هنا متابع حوالي، يعني انا اللي باعت طلب متابعه او طلب صداقه ل 1898، داخل على تقريبا 1900 واحد، واللي عامل لي فولو حوالي 365 واحد. في بس نقطة هنا كده، لو انت حضرتك شغال في حتة براندنج اكتر، فيفضل ان عدد الفولورز يبقى اكتر من عدد الفولوينج. عدد الفولورز دايما بيبقى اكتر من عدد الفولوينج، ده في اي حاجة، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، الكلام ده كله. انا هنا بالنسبة لي مش مهتم قوي بالنقطة دي. برضو تحت هنا راح بقى اضاف لك هنا بقى ادي هنا اللوكيشن. انت ممكن تدوس هنا تلاقي اللوكيشن بالظبط. ما جربتش قبل كده ان انا اظبط اللوكيشن بالظبط هنا، بس ممكن يعني ارجع تاني واظبط اللوكيشن تاني. بيقول لك هنا فاتح 24 ساعة، وان انا موجود في شيراتون القاهرة او كايرو، وادي رقم البريدي. جيت دايركشن، لو انت دوست على جيت دايركشن المفترض هو جاب لك هنا الخريطة، ولو دوست على كلمة كونتاكت فرض طلع لك هنا ادي هنا التكست ده الاس ام اس، ادي هنا كولينج، وادي هنا الايميل، وادي هنا لو انت عايز تبعت له زي اسم زي سند مسج او دايركت مسج على تويتر. تمام. طيب حتى الان كده يا جماعه في اي مشكله في تويتر؟ تمام يا دكتور. طيب نيجي بعد كده لو انا حابب اكتب تويتر. طبعا يعني نصيحه لحضراتكم، بخش على اول تويت هتلاقيها معموله هنا موجوده من 2019. كاتب كده اللي هو اتعلم مع روبي اكاديميه جوجل الخاصه باعلانات جوجل وادوات اخرى من جوجل، لو انت عايز تتعلم من جوجل وتاخد شهاده من جوجل. تمام. وده طبعا انا انصحكم بعد ما نخلص الكورس بتاعنا تبتدي يعني تهتم شويه ان انت تاخد شهادات من جوجل، او تهتم تاخد شهادات من الفيسبوك ذات نفسه، او من تويتر، او من اليوتيوب. فهتلاقي هنا يعني شويه حاجات محترمه جدا. هنا هتتعلم من جوه جوجل، هنا هتتعلم من فيسبوك تاخد شهاده من فيسبوك، هنا هتتعلم من تويتر تاخد شهاده من تويتر، هنا هتتعلم من اليوتيوب هتاخد شهاده من اليوتيوب برضو نفس الكلام. لو بدات تفكر ان انت تروح تتعلم من مثلا تيك توك، تتعلم من سناب شات. فلو انا جيت هنا كده على جوجل وكتبت له كده ايه، بالعربي حتى، الأكاديمية التعليمية الخاصة بتيك توك. هنا مثلا بيقول لك تيك توك اهو، او مثلا فين شوف دي كده الاكونت ده واللينك ده برضو. هم اليوم لينك بس يعني هجيبه لكم حالا دلوقتي. لا ده اكونت اسمه تيك توك. شوف ده مين ده، تيك توك التعليمي. انا ما اعرفش ده هل ده تبعهم ولا لا، بس لا ثانية واحدة. هو ده اكونت مش الأكاديمية، بس عامة بيقول لك هنا الحلقة الخامسة من تيك توك التعليمي، فائدة أهلا الهاشتاجات بكم في والترند. الحلقة الخامسة من سلسلة دروس أكاديمية التيك توك. عبد الرحمن بن علي يرحب بكم. أمر مهم جدا أن ينمو حسابك ونشاطك على منصة التيك توك، ولكي ينمو لابد أن تكون حاضر ومتواجد في الهاشتاجات الترند الموجودة على الساحة، لأنك عندما تشارك في الهاشتاج فأنت تضمن أن الفيديو الخاص فيك سيكون
ضمن هذا الهاشتاج النشط واللي ينمو بشكل متسارع. هذا والله بالنسبة هديكم اللينك ده للتيك توك، هناك اساس هاشتاجات تتابعوه. ده هنا مهمة الاكونت اسمه تيك وهي توك هاشتاجات طويلة ارب المدى. كرييتور. ده هتلاقي مثلا تبع تيك توك دبي مثلا، لكن مش دي المنصه اللي انا قصدي عليها. لا برضو دي مش هي، بس خلينا كده ايه. في خبر ضروري يتشارك معاكم. أنا حأفتح بث في حساب تيك خلينا كده نكتب بالانجليزي تيك توك اكاديمي سكول مثلا. ده اللينك اهو مثلا، اهو قال لك introducing TikTok Academy developing expertise through education. قال لك enroll now، يعني انضم الآن. ممكن تبتدي، بس دي المدونة. بعد ما تخش عليها هتلاقي اللينكات بتاعة التدوينة ذات نفسها. قال لك welcome to TikTok Academy get started. دي طبعا صورة. تمام. بيقول لك هنا ايه الكورسات اللي موجودة. 101 كورس مثلا، ده الكورسات اللي موجودة مثلا سمول بزنس تيك توك 1 on 1 سمول بزنس كورسز. قال لك ريدي تو جيت ستارتد، قال لك انرول ناو. بيوديك على اللينك ذات نفسه. انا عايز اجيب لكم اللينك على طول يعني. اه اسمها هنا ماي دوت اكاديمي ويز تيك توك دوت كوم. هو ده اللي انا كان قصدي عليه. بس برضو مش مشكلة، هناخد الاكونت برضو بتاع تيك توك ارب كرييتور. هنا برضو هتلاقي هنا ناس بتشرح لك باللغة العربية. هنا بيقول لك استخدام خصائص تيك توك. المهم انت تتعلم حاجة زي كده. برضو اسمها ايه دي اللي هي المشهورة قوي بتاعت التيك توك دي اللي بتعمل اكل، عندها اكونت عليه مليون واحد تقريبا. فيبقى عندك هنا مصدر تعليمي مثلا. ده مين اللي بيشرحوا لكم؟ دولت ناس متعاقده مع تيك توك، او هم تيك توك في الوطن العربي. تمام. لكن دي المنصه التعليميه ذات نفسها بتاعت تيك توك. نفس الكلام لو احنا رجعنا تاني كده على جوجل، وجينا بدل ما كلامنا كلمه تيك توك هنكتب كلمه مثلا سناب شات اكاديمي. لا ده حاجه تانية. بص هنا بقول لك ايه، احصل على شهاده معتمده من سناب شات ماركتنج، او جيت سيرتيفايد ان سناب شات ماركتنج. طبعا دي حاجه من الحاجات اللي هتؤهلك ان انت تشتغل بشكل رسمي مع المنصات دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، تبقى حاجه من الحاجات القويه جدا بالنسبه لك ان انت تكتب في السي في بتاعك، وان انت تحط على لينكد ان انت واخد اعتماد من سناب شات، او واخد دوره تاهيليه من سناب شات. فبالتالي انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، صح؟ لو انت خدت بالك كده، بص هتلاقي في كذا كورس موجود، وكل حاجه بيقول لك مثلا هي جيت ستارتد جيت ستارتد جيت ستارتد. طبعا هنا لو دوست على جيت ستارتد قال لك هنا لو انت عايز تتعلم بيلد اويرنس، عايز تعمل كولكت للليدز، اونلاين سيلز، انكريزنج اب انستولز، كل دي حاجات من الحاجات اللي بعضيها اللي انت ممكن تتعلم منها. برضو هنا في نقط كتيره تقدر تتعلمها. الريسورسز هنا دي مدونه تبع السناب شات، فكل واحد بيشوف هو ايه اللي عايز يشتغل عليه، وابتدي واحده واحده كده يشوف الدنيا. بيقول لك هنا هو جيت سيرتيفايد اند شاربن يور سناب شات ماركتنج سكيلز. فبيقول لك هنا سناب شات اسينشال، دي الحاجات الاساسيه بتاعت السناب شات. فده هنا كورس هنا مثلا الادز مانجر كامبين اوبتمايزيشن، ازاي تعمل اعلانات على سناب شات وتعملها اوبتمايزيشن اهو. ادز مانجر كامبين اكتيفيشن، ازاي تعمل اكونت بتاعك. فادي كورس. اي كوميرس لو انت في تجاره الكترونيه. الموبايل جيمنج لو انت تعمل حاجات، يعني لو انت عايز تدرس اكتر الموضوع ده وتخش. والحاجات دي معظمها بتبقى فري. يمكن في بعض المنصات زي الفيسبوك مثلا، في بعض الامتحانات بيقول لك لا ادفع فلوس اساس ان يبقى ايه، وفي بعض الامتحانات بتبقى رخمه جدا في التقديم ليها وفي الاختبار بتاعها، على اساس ان هو يحمي المنصه بتاعته. مش اي حد يروح داخل مشغل الفيديوهات يطلع في الاخر خالص ياخد الشهاده ويبقى هو كده اسمه ان هو واخد الكورس. يمكن حاجه من الحاجات اللي تعيب موقع يوديمي مثلا
ان انت ممكن تخش على اي كورس من الكورسات الموجوده على يوديمي، لو المدرب اللي مش عامل الكورس ده مش عامل اختبارات، مش عامل كويزات في كل مثلا بارتيشن او في اخر الكورس او حاجه زي كده عشان تاخد الشهاده. فانت ممكن حضرتك تيجي على كل فيديو، هو بيبقى شغال زي اليوتيوب، تمام؟ تيجي في اخر كل فيديو تروح ماسكه وجايبه لحد الاخر، فانت كده عملت زي اللي هو ايه، تشيك اوت تشيك اوت تشيك اوت، او يعني زي تشيك ان للفيديو، خلصته خلصته خلصته. وهتبقى بقى الكورس ده كان 20 فيديو، هوب بتلاقي مره واحده الشهاده طلعت لك. طب انت اتعلمت حقيقي؟ ما اتعلمتش. طب هل المنصه ذات نفسها اتاكدت ان انت اتعلمت؟ هل المدرب اتاكد ان انت اتعلمت؟ لا. فبالتالي انت كده خلاص خدت شهاده، بس هي ايه لازمه الشهادات وانت ما اتعلمتش؟ ففي بعض المواقع بتقرف الشخص، او يعني بتعمل عامله رولز معينه علشان يتاكدوا مليون في الميه ان انت فعلا عملت التاسكات واشتغلت والكلام ده كله. زي لو انت حضرتك جربت كده اف دبليو دي مثلا، اللي هي المنحه بتاعت وزاره الاتصالات مع اوديستي تقريبا او كورسيرا، مش فاكر الموقع اللي هم بتاع يودكس، تمام؟ بيعملوا اختبارات ويعملوا تاسكات، ولازم تقدم التاسكات دي في وقت معين. ولو انت ما قدمتش التاسكات دي تعتبر انت كده ايه، سقطت في في الدفعه دي. فدي حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تستفيد منها وتتعلم منها، وتاخد اعتماد رسمي من المنصات دي ذات نفسها. انا النهارده المحاضره النهارده كام يا جماعه؟ حد فاكر المحاضره كام؟ ماشي. اه سوري، من اللي خلاني اخش من هنا؟ انتوا ساكتين خالص النهارده ليه كده؟ مع حضرتك بنسمع حضرتك يا دكتور. ماشي، ما يعني ساكتين خالص كده، بحس ان انا بكلم انا نفسي. تأثير الصيام بس. تأثير الصيام؟ طب خلاص، ده رمضان خلص. مش النهارده كام؟ النهارده كام رمضان؟ مش 14. 17 رمضان؟ لا لا 14 النهارده. 11؟ طيب 14. انا عارف ولا بهزر. 14 رمضان يعني خلاص بكره يا جماعه، خلاص عدينا النص. ما شغلوش الاغنيه بتاعت والله لسه بدري يا رمضان. طيب انا كده هقول محاضره تويتر وخدمات جوجل، تمام؟